بس بس. اتركوني أنزل مكانها. هذا الكلام اللي قالته والدة العروس وهي بحالة انهيار أثناء تشييع جنازتها، عروسة البورسعيد اللي راحت تفطر ببيت خطيبها وتاني يوم ترجع لأهلها بالكفن. الضحية اسمها فاطمة خليل من البورسعيد، وتمت خطبتها بتاريخ 15/11/2025، يعني صار لها 3 شهور وأكتر بشوي مخطوبة. وخطيبها لفاطمة اسمه محمود. وقضية وفاتها عبارة عن ألغاز، وقضية غريبة جدا ومحزنة بشكل كتير كبير. والقصة بلشت بأول يوم رمضان. عائلة فاطمة عزموا خطيبها محمود وعائلته على الإفطار بأول يوم رمضان، تاني يوم رمضان كمان، ويوم رمضان الثالث أهل محمود عزموا أهلها لفاطمة، لكن والدها لفاطمة ما كان فاضي وعنده شغل، فخلى فاطمة ووالدتها يروحوا لحالهم. فاطمة في عندها أخ كمان، لكن ما كان معاهم بالعزومة، يعني فاطمة ووالدتها راحوا لحالهم والأمور كانت على ما يرام وما في أي مشاكل، وعملوا إفطارهم وكل الأمور كانت بخير، وكانوا مبسوطين بالجلسة وسرقهم الوقت وصار متأخر كتير. ووالدها لفاطمة خبر زوجته لحتى يبعت ابنه يجيب أخته ووالدته، لكن الوقت كان متأخر كتير وصار يقولوا ما في مواصلات. وبعدها الأب صار يقول خلوكم بايتين عندهم اليوم وأنا بكرة بجي بفطر معاكم وباخدكم. ولحد هاي اللحظة كل شي عم نحكيه بالقضية في عليه إشارة استفهام. ليش الأم ووالدتها راحوا لحالهم؟ وليش أساساً يباتوا عندهم ويناموا ببيت الخطيب اللي ما صار له غير 3 شهور خاطب بنتهم؟ وبعدها صار وقت السحور وتسحروا والأمور كانت تمام، وراحوا يناموا لحد تاني يوم الصبح حتى تجي شهد. وشهد بتكون بنت أخته لمحمود، يعني محمود بيكون خالها، اللي دخلت على شهد الصبح وقالت لها تعالي نتمشى بالجنينة. وبعد ما أخدتها وطلعوا بعد كم ساعة رجعت لحالها بدون فاطمة، وعند رجوعها كانت عم تبكي، وجدتها شافتها وسألتها عن السبب وقالت أنا تعبانة شوي ومتألمة كرمال هيك عم أبكي. فجدتها قالت لها روحي اقعدي شوي بالشمس بلكي بترتاحي. وبعدها لبست لبس الصلاة ومسكت المصحف والمسبحة وقعدت تقرأ قرآن. بهذا الوقت والدة فاطمة سألتها لشهد وينها بنتي فاطمة، وشهد قالت لها هي نايمة، لأنه شهد كانت حاطة بالتخت بطانيات والحافات. فوقت والدة فاطمة بتدخل على الغرفة وبتشوف هذا الشكل بتفكر انه عن جد بنتها نايمة وما لها خبر انه بنتها مش موجودة اساسا. وبعد ما مرت ساعة ساعتين والدتها لفاطمة بلشت تقلق وقامت لحتى تشوف بنتها، لحتى تتفاجأ وتنصدم بالمنظر وتلاقي الحافات وبطانيات محطوطين بدال بنتها. وبلشت والدة فاطمة تصرخ وتصيح وتقول لمحمود بنتي وينها، لحتى يروح محمود على الشقة اللي كانوا عم يجهزوها لحتى يتزوجوا فيها، لحتى ينصدم بالمنظر اللي شافه. وبعد ما نزل والكل شافه بهاي الحالة، والدة فاطمة طلعت وشافت بنتها بهذا المنظر. وبعدها الأم دخلت بحالة انهيار وبلشت تصرخ وتعيط لحد ما لمت الجيران كلهم، واجت الشرطة وأخذت العيلة كلها وعم يتم التحقيقات معهم. أصابع الاتهام كلياتها بتشير إلى بنت أخت محمود اللي بيكون هو خالها، لأنه بعد أقوال الأهل والتصريحات اللي حكوها بتشير إنه في خلافات كتير كبيرة بين شهد وفاطمة، كانوا علقانين مع بعض من فترة ما بيتفاهموا أبدا. وأساسا شهد بتغار من فاطمة على خالها كتير. وعلى هاي النقطة بدنا 10 إشارات استفهام. ليش أساساً بنت الأخت تغار على خالها؟ يعني بهاي القضية في ألغاز كتيرة، في حلقات مفقودة، وفي حقائق كانت مخفية وأكيد رح تطلع للعلن بالفترة الجاية. السؤال الأول هو ليش أول ما انفقدت فاطمة خطيبها أول مكان دور عليها فيه هو البيت اللي كانوا عم يأسسوا له؟ يعني هل هي صدفة ولا شو؟ والدتها لفاطمة حكت كل التفاصيل اللي شافتها على بنتها، كانت مرمية على الأرض والموبايل بإيدها وفي نقط دم على وجهها على إيديها على رجليها، ووجهها كان منفخ وشفايفها صفرة وإيديها مصفرة
ونتائج تحليل الطب الشرعي بتقول سبب الوفاة هو الاختناق. للمعلومات شهد عمرها 20 سنة، يعني بنت أخته لمحمود، وربطت إيديها ورجليها وعملت هذا الشي مع فاطمة. يعني هل يعقل شهد هي لوحدها عملت هيك أو مش هي أساساً؟ لكن ما بنقدر نقول إنه مش هي، لأنه هي اللي كانت عم تبكي، وهي اللي كانت عم تتستر على فاطمة، وهي اللي حاطة الحافات وبطانيات مكانها وكانت عم تقول إنها نايمة. وكمان هل يعقل إنه الخطيب هو يلي مساعدها لشهد لحتى يعملوا هذا الشي؟ بس كمان ما بنقدر نتهمه لأنه القصة والقضية صارت بمنزله. يعني هل يعقل إنه شخص يورط حاله بهاي الطريقة؟ أو بالأساس بدنا نقول شو هو الدافع اللي خلاه يعمل هيك؟ وبعض الكومنتات عم تقول إنه فاطمة كشفت شي أو شافت شي بين شهد وخالها، لهيك قرروا يتخلصوا منها. لكن بالآخر هي كلياتها كومنتات وتحليلات من المتابعين والناس اللي سمعت بالقضية. ومثل ما قلت لكم في أشياء ناقصة كتير، والقضية تتمحور خلال شخصين فقط اللي هن شهد وخالها محمود خطيبها لفاطمة. يعني ما بظن انه في شخص ثالث هو اللي عمل هذا الشيء، وبتمنى التحقيقات تكون سريعة ويوصلوا للي عمل هاي الجريمة بأقرب وقت. والكل عم يطالب بأشد العقاب، وخصوصي والدتها لفاطمة منهارة على الخالص، وبدها تعرف مين اللي عمل هيك ببنتها وليش هيك عملوا أساساً، وبدها حق بنتها اللي ما كان إلها أي ذنب لحتى تموت بهاي الطريقة البشعة وبكل دم بارد. أنا بعتذر كتير من الشعب المصري أكيد بهذا الكلام، ما عم عمم على الجميع، لكن تقريبا خلال كل يوم عم نشوف قضية جديدة مو بس عم تحرك الرأي العام، عم تحرك الدنيا كلها ببشاعتها، وكل قضية أبشع من التانية، وصاير إنه يخلصوا على شخص مثل شربة المي عندهم. وأكيد أنا عم أحكي هذا الكلام ما عم ذنب فيه الشعب المصري، لكن مستغرب كتير، وخصوصي بهاي الفترة الأخيرة عم نسمع قصص حرفيا ما بيتحملها العقل. والمزعج بهاي القضية اللي عم نحكي عنها اليوم اللوم اللي عم يصير على الأهل، والبعض صار يقول السبب كله على والدتها ووالدها وأخوها كمان. ليش؟ لحتى يخلوها تروح تفطر عند بيت خطيبها والأب والأخ مش موجودين؟ وليش أساسا يخلوهم يباتوا عندهم كمان؟ فحاليا اللوم الكبير عم يصير على أهلها للضحية، وعم يقولوا إنه هن السبب بالشي اللي صار مع بنتهم فاطمة. وأكيد ما حدا بيقبل إنه يصير ببنته أو حتى تموت بهيك طريقة، لكن هاي إرادة رب العالمين، وأكيد لو بيعرفوا بنتهم رح تتأذى لو بشعرها ما رح يخلوها تروح ولا لمكان. أكيد ما كان خاطر لهم إنه بنتهم تكون معزومة على الإفطار لحتى ترجع لهم وهي ميتة. ويمكن القدر اللي خلاهم أساسا ما يروحوا، يعني ممكن صار في عندهم ظروف وفي أشياء عرقلت تواجدهم هنيك لحتى تكون هي ووالدتها فقط. صراحة ما بعرف شو بدي أحكي، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، والله ينتقم من كل ظالم ومن كل حدا ما في عنده ذرة إنسانية، وإن شاء الله اللي عمل هيك يتعاقب أشد العقاب. بتمنى تعطوني آراءكم بالكومنتات، ومين هو المشتبه بهاي القضية؟ هل هي شهد ولا خالها محمود ولا طرف ثالث؟ لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة واستنوني في فيديوهات تانية. وكمان لا ننسى نترحم على المغدورة فاطمة، الله يرحمها يا رب ويجعل مأواها الجنة، والصبر والسلوان لعائلتها.